بسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين. اليوم بإذن الله من وصفات السهرة راح ندير لكم كيك يومي غير بزوج بيضات وبلا باتور. راح نديرها لكم غير تخلطوا غير بالملعقة فقط. بسم الله على بركة الله. نبداكم بالمقادير. نحتاج زوج بيضات، نص كاس سكر، نص كاس حليب، نص كاس زيت، ونحتاج ايضا ملعقة كبيرة تاع شوكولا للطلي، ملعقة كبيرة شوكولا للطلي، اي نوعية نتوما تقدروا تستعملوها. بالنسبة للكاس اللي استعملته الكاس اللي يرفد 240 مليلتر. شوفوا المكونات هذو كاملين اللي حطيتهم، البيض والسكر والحليب والزيت وشوكولا للطلي. نحركهم كيما شفتوا غير بالملعقه والله بالفوي، والله نتوما كيما نقولوا باه تحبوا تخلطوا. المهم بلا باتور بلا بيتخا، نخلطهم هكذاك واحد دقيقه ولا زوج. المهم حتى هذيك الشوكولاته تشوفوها ذابت، واللون تاع البيض يولي يتحول للون الاسود. شوفوا بعد ما خلطت ضفت كاس تاع فارينة معمر للآخر، وصاشي تاع خميرة، ومغرفة كبيرة تاع كاكاو. شوفوا هذه المكونات كاملين نحكم نصفيهم في صفية كما راكم تشوفوا. انا منعت لكم كلش بالتفصيل. ونولي ندخل ثاني بنفس الشيء، ندخل الفارينة غير بالفوي. المهم نخلط قيس حتى وين تدخل لي هذيك الفارينة. مع تشوفوها خلاص دخلت لكم، خلاص ما تضلوش تخلطوا. بالنسبه للفارينة من الاحسن تغربلوها، ليه باه ما تبقى لكمش كويرات. راكم ما تغربلوهاش هي تبقى الكويرات. شوفوا في اي مول انا درت هذا الدائري اللي جاي في النص هكذا بهذا الشكل. هذا المول تاع زوج بيضات، هي زوج بيضات ثلاثه، المهم مش كبير حجم كبيره. تقدروا نتوما اللي ما عندهاش هذا المول دير في اي حاجه، تقدر الصينيه ولا. دهنت المول اللي عندي بشويه زيت ولا تقدروا ديروا شويه زبده، وفرغت الخليط اللي عندي كامل. بعد ما فرغته شوفوا دخلت الخليط اللي عندي للفرن يطيب. شعلت له من تحت حكم لي في الطياب حوالي 35 دقيقه، وزدت شعلت له من فوق قيس ما يحمر لي ونطفي عليه. شوفوا هنا بعد ما طابت، شوفوها هنا بعد ما طابت. شوفوا خليوها لازمه نتبرد تماما، ما تلحوش ليها نهائيا، نتبرد خلاص وباه تقلبوها. لخاطرش كون تقلبوها هي سخونه حتتكسر. شوفوا بالنسبه للقناش واش درت، ذوب طابله تاع شوكولا وضفت لها باطيه اورت ذوق شوكولا، وبديت نطلي في الكيكه اللي عندي. شوفوا بالنسبه للكيسه بعد ما تطليوها من الاحسن ما تقسموهاش، على الاقل في التسويه وباه تقسموها. بصح انا شنهي طليتها من قسمتها منا، كانوا عندي ضياف ما قدرتش نزيد نستنى ما اكثر. بصح انتوما من الاحسن تخدموها كما نقولوا من قبل ما تاكلوها بثلاث سوايع. والله المهم تخليوا هذاك القناج يحكم روحه، ما ديروش كيفي انا قسمت. اشوفوا انا بالنسبه للقناج درت لها القناج منا قسمتها منا. بالنسبه للتزيين من فوق درت لها شويه الجلجلان، هذا واش درت لها. المهم حبيباتي ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم وتجربوها، وما تنسوش تخليوا لي تعليقاتكم. يلا حبيباتي مع السلامه في الفيديو القادم باذن الله.